أجل، مرحبا بكم في مغربي ماشي عدمي. الحلقة الثانية غادي تكون بعنوان أزمة الهوية في المغرب، بين الماضي اللي ما بغيناش نراجعوه وبين الحاضر اللي ما عرفناش نفسروه. باش نكونوا واضحين وكبداية خصنا نعترفوا بلي المغرب عايش واحد التوتر كبير في الهوية ديالو، ولكن هادشي ماشي حيت ما عندناش هوية، وإنما حيت عندنا بزاف ديال الهويات وكنلقاو مشكل أننا نختاروا أين هوية نقدروا ننتميو ليها ولا نتبناوها ولا هي اللي كتهضر علينا حنا. بطبيعة الحال الجدلية اللي منتشرة أو الجدلية اللي فارضة راسها في المجتمع هي المغرب كاين اللي هو مغرب ديني محافظ، وكاين المغرب المنفتح ولا الحداثي ممكن نسميو. وبطبيعة الحال فاش كتكون عندك جدلية ديما كيكون واحد الفئة اللي كتكون مازال ما تبنات حتى شي طرح وكتبقى حايرة وعايشة في ديك البرزخ بين الجدليتين وما كتلقاش ما كتعرفش تلقى راسها انتماء واش الهوية الأولى ولا الهوية الثانية. المشكل ما كاينش هنا. اغلبيه المجتمعات كتكون عندهم جدليات بحال هكا، لان مادام التاريخ كيمشي من واحد النقطه لواحد النقطه اخرى ديما غادي تكون هذه الجدليه حاضره. المشكل فين كيكون هو فاش ان كل هويه من هذه الهويات كتبغي تفرض راسها على انها الحقيقه او الهويه الوحيده اللي خص الجميع يلبسها. كسؤال اول غادي نهضروا على الدين والحداثه، واش هذا العلاقه اللي بيناتهم واش سوء فهم او لا صراع؟ كاين اللي كيشوف ان اي نقد للدين هو نقد للهويه المغربيه التاريخيه، واي نقد لما هو تقليدي هو نقد للدين بحد ذاته. وفي الجهه الاخرى كاين اللي كيشوف بلي اي تمسك بالدين او لا باي تمسك بشي حاجه تقليديه، التقليدي كنقصد به التقاليد، هي نوع من انواع التخلف او الرجعيه او الحوايج اللي كتعيق التقدم ديال واحد المجتمع او الانصهار ديال ذاك المجتمع في العالم الحديث اللي كيعيش فيه. هاد جوج د الرؤيات اللي عطيتكم هنا فين كيكون الاستقطاب بالضبط بين جوج هاد الافكار او بين جوج هاد الجدليات او بين جوج هاد الهويات اللي كتبغي تفرض راسها على انها الحقيقه الوحيده اللي خص اي مغربي يلبسها. الفيلسوف تشارلز تايلور كيهضر على ان المجتمعات الحديثه كتعيش ازمه هويه او ازمه معنى هوياتي. علاش ولا شنو كيقصد بهذا الشيء؟ كيقصد باللي ما بقاش واحد المركز واحد كتنتج منه الهويه، وانما ولاو قيم كثار هي اللي كتنتج لنا الهويات، وكل قيمه كتجي من واحد الفئه معينه من النسيج اللي كون لنا المجتمع، وبالتالي كيخرج لنا بزاف ديال الفئات بزاف ديال الهويات، وكل واحد كيحاول انه يفرض الهويه ديالو على اساس انها الهويه الوحيده اللي ممكن اننا نلبسوها كاملين وتجي توالمنا. سابقا ممكن نقولوا بلي المرجعيات كانوا قلال وواضحين، دابا المرجعيات ولاو كثار، ومن بين الاسباب علاش ولات كثار هو ممكن نقولوا العولمه، لاننا جميع المجتمعات حتى الان ولا جميع الافراد المكونين نسيج المجتمع عندهم امكانيه سهله بسيطه انهم ينفتحوا على العالم ويشوفوا قيم اخرى عند الناس اخرين. تلك القيم ماشي بالضروره تامن بها واش حقيقه او لا خصك تقتدى بها، وانما غير الامكانيه ديال انك دابا العالم كامل ولا محلول بين يديك في تليفونك ولا في بيسي ديالك، كيعطيك واحد العدد ديال الاحتمالات كثيره واللي كتقيس لك المعتقدات اللي كنتي تسلمتيها من عند الاجداد ديالك. وممكن نقولوا بلي هذا بان هذا ماشي ضعف وانما تعقيد. ولا بغينا نحطوا تصوير او لا تشبيه لهذه الحاله اللي كنعيشوا في المجتمع، ممكن نقولوا بلي ان المغربي حاليا هو واحد الشخص غربي في الراس ديالو ولا في العقل ديالو، وشرقي في القلب ديالو. يعني هو الا جمعتيه كجسد غيعطيك واحد الصراع جدلي صعيب انك تحكم فيه ولا انك تفسره. بالتالي ممكن نقول بلي المغربي كيعيش واحد الانفصام بسيط بين الحقيقه او الحداثه او الطريقه باش كيشوف العالم من الهاتف ديالو، وبين الوقيته فاش كيكون في دارهم مع مالين الدار ديالو وكيعيش التقليد او لا التقاليد او لا كيعيش بواحد القيم اللي ماشي داكشي اللي كيشوف. هذا الانفصام البسيط فين كيتجلى في ان هذا الانسان كيستهلك بزاف ديال الافكار الحداثيه الغربيه، حريه التواصل، حريه الجسد، حريه النقد، وكاع هاد الافكار هذه الحداثيه. ممكن نزيدوا معاه الادماج ديال النساء في اسواق الشغل، السلطه، المجتمع اللي كيتحول من لا سلطويه ذكوريه لواحد المجتمع اللي ممكن نقولوا فيه غياب السلطه او السلطه كتميل شويه لاتجاه الانثى. ملي كيواجه المجتمع كيخصو يبان
او لا يقول افكار اللي تخليه يتفاليدا بالانتماء ديالو لذاك النسيج المجتمع اللي هو عايش فيه. وبالتالي اي جمله او كلمه او لا فكره كتقال في بيبليك كتولي غير بحال طلب غير ضمني ولا طلب غير مباشر ديال انه يشد وسام ديال الهويه المحليه. ولكن راه هذا التوتر الداخلي راه كيخلق واحد السؤال صعيب وواحد الاحساس صعيب ديال التوهان، وكيتجلى في واحد السؤال صريح: واش انا كمغربي خاصني نكون انا ولا خاصني نكون داكشي اللي المجتمع كيتوقعوا مني نكون، اولا نحاول ما امكن نكون انا بالطريقه باش المجتمع ما غاديش يكون عنده مشكل حيت مفاليدي من عنده. الخطر الحقيقي في هذا التوتر الداخلي اللي كيتعاش عند الانسان او عند الشاب المغربي كيبان في الهروب من الواقع بعض المرات، ولا الهروب من الذات بعض المرات. يكون عندك واحد الفكره ديالك ما كتقدش تبارطاجيها حيت ما عرفتيش الرياكسيون ديال المجتمع ولا ديال المتلقي عليها، وبعض المرات كتكون عندك واحد الفكره كيخصك تقولها ولا تدافع عليها واخا انت ما كتامنش بها حيت هي اللي غادي يفاليديها لك المتلقي او الطرف الاخر او الانا الاخرى. بالنسبه للحلول كاينه واحد الفئه كتقول ان الحل بسيط جدا، هو نرجعوا كيفاش كنا، وهذا نرجعوا للعصر الذهبي او لا. وبالطبع باش نهضروا على هذه النقطه ديال العصر الذهبي، هي واحد الجدليه تخلقات والناس تيقوها مع العلم انها ما عندهاش شرعيه كبيره، ديال ان الاسلام وجدليه ديال الاسلام والجاهليه، ان ما بعد الاسلام هو ما بعد الجاهليه، وان اي حاجه كانت قبل الاسلام كانت كتسمى بعصر الجاهليه او الزمن الجاهلي، مع العلم انه كانت شي حضارات قبل الاسلام ما كنناقشوهاش بطبيعه الحال دينيا، ولكن خلات الاثار ديالها ملموس لحد الان في الواقع ديالنا، بحال الحضارات الاغريقيه، بحال الحضاره المصريه الى اخره. يعني هذا الطرح ديال ان داكشي اللي كان قبل الاسلام كان جاهليه طرح شويه كيبان ضعيف، ولكن عنده الاتباع ديالو الانصار ديالو اللي هما كثار. نرجعوا للنقطه اللي هي انه كاين واحد الفئه كتقول باللي الحل هو اننا نرجعوا لما يسمى بالعصر الذهبي ونتبناو هذوك التقاليد والاعراف اللي كانت في ديك الوقيته في الزمن الحديث. ولكن كتخرج واحد الفكره ولا واحد الفئه اخرى كتقول لك باللي الحل هو اننا نقطعوا قطعا نهائيا مع اي حاجه كانت ولا اي حاجه ورثناها بدون ما نفهموها، ونحاولوا اننا نخلقوا مفاهيم حديثه ديالنا اللي كتعبر على الذات ديالنا وسط الانصهار ديالها في النسيج المجتمعي الحديث اللي هو مغاير سابقا، حيت سابقا كان كل مجتمع عنده الخصوصيه الفرديه ديالو، لكن دابا مع العولمه ولات الخصوصيه نقدر نقولوا لها مونديال عالميه، الثقافه ولا الثقافه ديال الاستهلاك ديال العمل ديال المسار المهني الاكاديمي ولات تقريبا متشابهه في اغلبيه ديال البلايص. الثابت الوحيد واللي ممكن يفصل لنا بين جوج هاد الفئات هو ان الهويه ماشي قرار سريع، ماشي واحد الفئه غادي تخرج وغادي تقرر لنا، حيت هي واحد المسار او واحد المرحله عبور عبر واحد الجسر فاش كتحيد منك شي حوايج وكتكتسب منك شي حوايج باش تخرج في النهايه المنتوج الاخر. ممكن نعبروا على واحد الفكره كان قالها فوكو اللي هي المراقبه الاجتماعيه. ميشيل فوكو كان كيتبنى واحد الفكره اللي كانت كتقول بلي ان المجتمع كيمارس واحد السلطه وكيراقب الافراد ديالو حتى بدون قانون. في المغرب مثلا ممكن تشوف بلي بزاف ديال القرارات الفرديه اللي كنديروها حنا ماشي نتاج ديال شنو بغينا حنا، وانما نتاج ديال كيفاش غيرياكتيو عليها الناس الاخرين او لا شنو غادي يقولوا عليها الناس الاخرين، وبالتالي هنا كتضيع الذات الفرديه ديالنا. هذا الشيء ماشي نتاج ديال انه ما عندناش قيم فرديه كنامنوا بها، انما غير واحد الخوف من ان القيم اللي عندنا ولا القيم الفرديه ديالنا انها ما تكونش مقبوله. انا كنشوف ومن طبيعه الحال هذا راي شخصي اللي انت من حقك انك تنقده الا كان عندك فكره اخرى. انا كنشوف ان المغرب ما محتاجش يرجع للور وما محتاجش انه ينسلخ من الجلد ديالو، محتاجين فقط الشجاعه ديال اننا نعترفوا بلي الهويه ماشي شي حاجه ثابته وانها متغيره على حسب التغير ديال داكشي اللي كيدور بك، حيت هي اصلا نتاج ديال شنو كيوقع مع التفاعل ديالك مع المجتمع اللي داير بك. والهويه ماشي شي حاجه مقدسه في كاع التفاصيل ديالها وخصنا نجردوها من القدسيه ديالها. كنهضر هنا بطبيعه الحال ماشي على الهويه الفرديه ولا على الهويه الجمعيه. كنهايه ازمه ديال الهويه ماشي علامه ديال انهيار ديال المجتمع، وانما هي علامه على ان المجتمع في مرحله انتقال
من واحد المرحله لمرحله جديده. وفي هذه المرحله اللي ممكن نسميوها مرحله البرزخ هي مرحله فاش ديك الهويه الجمعيه اللي كتكون عندنا كتنسالخ على بعض المفاهيم ولا بعض الاعراف ولا بعض الافكار اللي كانت كتبناها، وكيخصها تبنى واحد الافكار اخرى باش تضمن الاستقرار ديال المجتمع اللي كيلبس داك السلهام الموحد ديال ديك الهويه. المشكل الوحيد اللي كنشوف كيكون ديما عندنا هو مشكل ديال الخوف من السؤال. الناس كتخاف من انها تسول، وفاش كتخاف انك تسول اولا انك تسمع اجابات اللي ما عمرك فكرتي فيهم، ولا كتقول تكون عندك ديك الاجابه بعض المرات ممكن كاينه في دماغك ولكن كتقول راه ممكن ما كاينش عند حتى شي واحد اخر، هنا كيتخلق لك الخوف. وداك الخوف كيخلي الحوايج بعض المرات تفقد المعنى ديالها. وهذا واحد من بين الاسباب علاش كنقولوا مغربي ماشي عدمي، لان المغربي ماشي عدمي لانه بغى العدميه، وانما لان الفكره ديال المغربي ولات تتماشى في خط موازي مع الافكار ديال العدميه. الى بقيتي وسمعتي الفيديو كملتيه حتى لهنا، كنتمنى انه الا كان جاك السؤال اللي تطرح او اللي تناقش في هذه القناه سؤال اللي هو في المحل ديالو ولا جيد تخلي ليه جيم، وإلا كان عندك شي رأي أو لا كان عندك شي مداخلة على شي حاجة قلتها يا إما كتفق معها ولا ما كتفقش معها، حبذا لو أنك تخلي المداخلة ديالك لتحت في لي كومونتير. هكا غادي كما قلنا غادي نحققوا المكاسب ديال هذه القناة اللي هي نخلقوا واحد البيئة صحية فاش نقدروا نتناقشوا الأفكار ديالنا بدون ما نكون شي واحد كيحكم أو كيعطي أحكام قيمة على الافكار اللي كنشاركوا. ازول شكرا ونشوفكم في الحلقه الجايه.